السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من أصدقائي النصارى. في جروب دخلت نزلت فيه منشوري، جروب حوار الأديان والتيارات الفكرية. دخلت في الجروب ده، نزلت الفيديو بتاع رشيد حمامي تحت قبضة شيخ القساوسة. انا عايزكم بقى هنا تشوفوا التعليقات. شوف بقى سمير صبح، النصراني سمير صبح، شوف داخل يعلق يقول ايه: إله الإسلام حلل الكذب في ثلاث، والكذبة كبيرة في سورة مريم، ولكن أكيد أنتم أذكى من إلهكم، لأنكم ازددتم الكثير من الكذبات. تعلمون لماذا؟ لأنه الأخ رشيد لا يحاور نهائيا كتابه، بل يناظر على القنوات الفضائية. فحضرتك يا شيخ كويس انك تجيب الكذبة جيدا على أتباعك. أولا أنا عايز أتكلم في حوار الثلاثة كذبات. احنا عندنا في الإسلام ثلاثة كذبات لا يعدن كذب، 3 كذبات لا يعدن كذب. ايه هما؟ اول حاجة الكذب على الأعداء. أول حاجة الكذب على الأعداء. فطبعا أنت كمسلم وأثرك العدو، أي عدو أثرك وأنت كمسلم، وقال لك أنتوا عندكم قد إيه طيارات، أنتوا عندكم قد إيه جنود، أنتوا عندكم قد إيه من دبابات. ففي الحالة دي هتعمل إيه؟ في الحالة دي هتكذب على العدو. ما طبعا مش هتقول للعدو احنا عددنا كذا وعندنا طيارات كذا وعندنا اسلحة كذا، الكلام ده مش هتقوله نهائي. في الحالة دي هتضطر تكذب على العدو، يا اما هتضيع الجيش وهتضيع اخوانك. فده شيء طبيعي، لازم اكذب في الموقف ده، واكذب بطريقة التورية. هبقى هرجع لها تاني وهوضحها باستفاضة، موضوع الكذب بالتورية. الله أكبر. تاني كذب، الكذب في إصلاح ذات البين وبين المتخاصمين. يعني انت عندك 2 اخوان مش شاكلين مع بعض، فانت كمسلم بتدخل تصلح ما بين اخوانك، انت كمسلم بتدخل تصلح ما بين اخوانك. فالمهم ايه؟ بتروح للاخ ده تقول له يا عم لا يصح ان المسلم يهجر اخاه فوق 3 ايام، يا اخي اتق الله، ده اخوك المسلم بيحبك. وهو قاعد يشتم فيه، هتروح تقول له ده بيشتمه؟ ما هو بالتالي هيزيد التنحر. ما انت كده انت ما هديتش، ده انت كده ولعتها زي ما بيقولوا. فما اروح اقول له يا عم ده بيشتمك وبيقول عليك كذا، ده انا كده ما دخلتش اصلاح، انا كده دخلت افسدت وزاد التناحر بين اخواني المتخاصمين. ففي الحالة دي اضطر اكذب، اقول له لا ده بيقول عليك ان انت انسان كويس، انسان طيب، بس ينفع الشيطان دخلت بينكم، معلش اعفو عن اخيك. كلمتين حلوين كده، ايه الكذب في كده؟ طيب ثالث كذب وهو الكذب على الزوجة. ازاي بقى الكذب على الزوجة؟ بطبيعة النساء عموما
بطبيعة النساء. أقرب مثال في حتة الطبخ. لو انت قلت لزوجتك عملت الطبيخ وحش، والطبيخ فيه ملح زيادة، وبقك مرر ولسانك مرر وحالتك مررت، وقلت لها ايه الطبيخ الوحش ده، يا خرابي حياتك مش هتعدي. اعلم ان الامر ده مش هيعدي بسلام، يا اما ممكن توصل بطلاق وربنا يستر، يا اما بص اقل حاجه هتروح تقعد عند بيت ابوها شهر بسبب الكلمه دي. فلذلك النساء حساسين قوي في الموضوع ده. لو انت قلت لها، لو زوجها قال لها انت طبيخ وحش، وهي عامله فعلا الطبيخ وحش، انت كده صادق اهو، هتاخدها بحساسيه جامده. فانت في الموقف ده هتقول لها ايه؟ الله، طبيخك جميل قوي، احسن طبخ في الدنيا، هو الطبيخ وحش. فانت لازم تقول لزوجتك كده، الله طبيخك حلو قوي، هو الطبيخ مش عاجبك. فالكذب في اصلاح ذات البين، الكذب بين المتخاصمين، الكذب باصلاح ذات البين وبين المتخاصمين، الكذب على الاعداء، الكذب على الزوجة، في مثل هذه الامور لا يعد كذب. بل هعرفك الكذب فين. تعال شوف بقى النصراني ده بس يا ريته كذب على نصراني زيه، ولا كذب على المسلمين، لا اقسم بالله ده كذب على ربنا، وجاي يحرف في القرآن الكريم. وحد قال لك ان القرآن الكريم كتابك زي كتابك؟ ما تصحى يا ابني وفوق، اصحى وفوق. تعال نشوف النصراني ده كاتب ايه. احبتي المسلمين، احنا حبايبك. ممكن حد يفهمني كيف القرآن يشهد ان المسيح ولد من فقط، وفي نفس الوقت يقول بوالديه؟ ممكن شرح بالدليل من نفس القرآن، سورة مريم، وبارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. شوف تعالى الآية دي ذكرت مرتين. انت خدت المتشابه دي، الآية الأولى اللي انت جايبها دي في يحيى ابن النبي يحيى عليه السلام ابن سيدنا زكريا عليه السلام، قال وبرا بوالديه. أما بقى اللي ذكرت على السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، تعال بقى شوف الآية هنا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال ده سيدنا المسيح، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالسيد المسيح قال له وبارا بوالدتي، ما قالش بوالديه. فانتوا لعبتوا في الانجيل بتاعكم، هتيجي تلعب وتفكر تلعب في القرآن؟ ايه، اصحى القرآن ربنا حافظه. تعالى انا عايز اجيب لك بيت التعليقات كده، انا عايز اجيب لك كل التعليقات. بص بقى، انت والله يا اما قابض من الكنيسة يا اما بتستهبل. انت يا سمير يا صبح يا اما قابض من الكنيسة عشان تحرف في القرآن، يا اما بتستهبل، جاي تستهبل. تعالى بقى، انا بكلمك اهو من كتابك،
والنص قدامك في انجيل يوحنا 2:4. قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. شوف بقى السيد المسيح هنا بيقول لأم السيدة العذراء ايه في كتابك؟ بيقول لها مالكيش دعوة بيا يا ولية، فكك مني يا مرة. هل ده اخلاق السيد المسيح؟ هل دي اخلاق السيد المسيح؟ وجاي تحرف في الكتاب اللي السيد المسيح قال ايه فيه وبرا بوالدتي. كتابك بيقول ان السيد المسيح بيقول لامه مالكيش دعوه بيا يا وليه، فكك مني يا مرة. وجاي تحرف في الكتاب اللي السيد المسيح بيقول ايه فيه وبرا بوالدتي. وبرا بوالدتي مطيع للسيدة العذراء بيسمع كلامها، وانت جاي تحرف. ده انت يا اخي ما عندكش دم، والله انت ما عندك دم. قلت له انت قاصد تحرف في القرآن؟ والله لا اظنه جهل، ده مش جهل، ولو جاي يحرف عن جهل هفهمه.